بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحباب المصطفى صلى الله عليه وسلم في كل زمان ومكان، طلاب الأزهر الكرام، الصف الرابع الابتدائي، المهام الأدائية، اللغة العربية، الكل ركز معايا كويس جدا جدا. لايك وشير وكومنت وتشيروا الفيديو ده فضلا وليس أمرا. لايك وشير وكومنت وشيروا الفيديو ده، ونبدأ حكايتنا وروايتنا مع أجمل امتحان اللغة العربية. بيقول لي أول حاجة إيه؟ اكتب مطوية تعرف فيها السائقين بأهمية الالتزام بارتداء حزام الأمان في أثناء القيادة بعدد كلمات يتراوح بين 50 إلى 100 كلمة، مع مراعاة عناصرها: العنوان الجذاب، المعلومات، أساليب التخيل والإقناع، النصائح، ولا تنسى الخط الجميل. يعني بالآخر بيقول لي اكتب لي كده قصة عن إيه؟ عن يعني نصائح تقدمها لكل اللي بيسوق العربيات ان هم يلتزموا ويربطوا حزام الامان. ولازم تراعي في القصه ديت العنوان والمعلومات واساليب التخيل والاقناع. يلا بقى تخيل. هنقول له اول حاجه حزام السلامه. حزام الامان هو ايه؟ حزام السلامه. خلي بالك من الكلمه. حزام الامان هو ايه؟ حزام السلامه. وبعدين بقى هنقدم له حبه معلومات ونقول له: هل تعلم ان شركه سيارات اوروبيه اول من ابتكرت حزام الامان عام 1959؟ هو بيقول له هنا، بيقول له خلي بالك مين اللي اخترع حزام الامان ده؟ شركة سيارات اوروبية. ابتكرته امتى؟ ابتكرته عام 1959. يعني من جمال هذه الشركة ان هي تخلت عن براءة الاختراع. يعني كل مجموعة او كل شركة بتخترع حاجة جديدة يبقى هي لها الحقية ان هي توزعها على كل الناس وتكسب من وراها فلوس ياما، لكن هي قالت اللي عايز يصنعها يصنعها. المهم ان كل واحد يركب السيارة يرتدي حزام السلامة او حزام الامان. وبعدين بيقول لك ايه؟ ماذا يحدث لو زادت نسبة الوفيات عن الناتجة عن حدوث السيارات؟ ايه اللي هيحصل لو في ناس ياما ماتوا بسبب انهم ما بيرتدوش حزام الامان؟ اللي هيحصل ان كل الناس هتلتزم بقى اثناء القيادة بحزام الامان لانهم خايفين على صحتهم. وبعدين هنا بيقول لك ايه؟ يجب علينا ايه؟ ارتداء حزام الامان. طب ليه؟ حفاظا على سلامة مين؟ الركاب. لازم يعني ارتدي حزام الامان عشان احافظ على سلامة مين؟ الركاب، حيث انه يقي الجسم من الارتطام بالزجاج الامامي للسيارة والاصطدام بعجلة القيادة او الباب. يعني حزام الامان ده لو حصل لا قدر الله اي حادثه ما بقدرش ايه؟ بيحافظ عليا وما بوصلش للازاز بتاع السياره، ولا اخبط في الدركسون، ولا اخبط في الباب، ولا اي حاجه. يبقى مهم ولا مش مهم؟ مهم. طب يلا اعمل لايك وصلي على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم. هنا بيقول لي المهمه الثانيه: اكتب لوحه ارشاديه ترشد الناس الى الحفاظ على ايه؟ كوكب الارض وحماية موارده وترشيد استخدامه فيما يتراوح بين ايه؟ يعني من الاخر كده اكتب لي حبة كلمات كده بتدل ان احنا لازم نحافظ على كوكب الارض ونحافظ على كل الموارد اللي موجودة اللي هي المية والهواء، ونحافظ على كل حاجة جميلة جدا جدا. هنقول له: ايها الانسان. انا بكلم مين؟ انا بكلم الانسان. انت انسان، انت طبعا انسان مقرب. جئت ضعيفا. يبقى اول معلومة اقول له خلي بالك انت ضعيف على هذا الكوكب الجميل. واقول له تاني معلومة: انت ضعيف والكوكب ده كوكب جميل، وانت مهمتك ان انت لتعمره وتحيا فيه حياة سعيدة. عزيزي الانسان، عزيزي الانسان، لنحافظ على كوكبنا علينا ان يعني عشان نحافظ على كوكبنا لازم اول حاجة تزرع الاشجار بكل مكان لتنقية الهواء ولا تقطعها. يبقى اول حاجة عشان تحافظ على الكوكب ده يبقى لازم تزرع الاشجار، تمام، عشان ينقي الهواء وايه، اوعى تقطعها والا والله هزعلك. تكف عن استخدام مصادر الطاقة غير المتجددة كالفحم والبترول. ما تستخدمش العربيات اللي هي فيها بنزين وجاز ومش عارف ايه، لان كل ده بيلوث ايه؟ البيئة. تتوجه لاستخدام الطاقة النظيفة كالطاقة الشمسية. نحول بقى كل حاجة بتشتغل بالبنزين وبالغاز ومش عارف ايه لكهرباء او للشمس او لطاقة شمسية عشان ايه؟ ما تلوثش البيئة.
تقلل من استخدام السيارات التي تعمل بالطاقة غير النظيفة بقدر الإمكان، زي ما احنا اتفقنا اللي هي العربيات اللي بتشتغل بالبنزين والجاز. نحافظ على مصادر المياه العذبة والمالح. اوعى ترمي دي القمامة في نهر النيل يا ولا، يا ولا ازعلك يا ولا. ماشي، يلا بقى المهمة الثالثة. هو انت لسه ما عملتش لايك؟ هو انت لسه ما صليتش على سيدك النبي؟ ازعلك. كل واحد يعاقب نفسه، اللي ما يصليش على سيدنا النبي يعاقب نفسه. طب ازاي يا مستر؟ مش عارف. يلا بقى، انت ربنا مطلع عليك. اكتب تقريرا لرحلة مدرسية الى نهر النيل. الرحلة دي رايحة فين؟ نهر النيل. مع مراعاة بقى عناصر التقرير، الزمان والمكان وتفاصيل وحقائق دقيقة، ورأي ايجابي ورأي سلبي واقتراحات، مع الالتزام بالاملاء. يعني من الاخر كده، يلا كلمني بقى عن نهر النيل، الرحلة اللي انت رحتها لنهر النيل، اللي انت شفته فيها، واتكلم بكل دقة. هنقول له يوم السبت الماضي. انا كده ايه؟ حددت ايه؟ الزمان. ايوه، يوم السبت الماضي. بس انا يوم السبت ده يوم الاجازه بتاعتي. ايه اللي حصل؟ استيقظت باكرا. يالا انت نشيط يالا للدرجات دي يالا؟ يعني انت بتصحى بدري؟ استيقظت باكرا ووصلت الى المدرسه. ده بقى ايه المكان؟ وصلت الى ايه؟ ما انت طبعا لازم تستيقظ بدري ولازم تروح المدرسه. ما انت لو ما رحتش المدرسه اولياء الامور طبعا باباك ومامتك هيضربوك جامد جدا جدا. طب رحت الى المدرسه امتى؟ الساعه السابعه صباحا. يعني ده برضو ايه؟ زمان. تمام. وصعدت الحافله. لا 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 لا. يعني ايه الحافله؟ يعني الاتوبيس مع زملائي. امال انت هتروح مع مين؟ ما انت لازم تروح مع زملائك. وبعد مرور ساعه. يا سلام، حددت برضو ايه؟ الزمان. بعد مرور ساعة وصلنا إلى نهر النيل. يا سلام، إيه رأيك أنت بقى في نهر النيل؟ نهر جميل، ها؟ ماشي. تحركنا لرؤية المكان، كانت المياه صافية. يبقى أول معلومة عرفناها إن مية نهر النيل مياه صافية، وهم كدابين في الحاجة ديت، لأن إحنا بنشوف القمامات كلها مرمية في نهر النيل. وعلى جانبي النهر الأشجار الجميلة والنخيل. يا سلام، على الجنبين بتوع النهر كده في أشجار وفي خضرة، بس هي دلوقتي اتعملت كلها مباني. ماشي، يلا. ورائحة الزهور العطرة. ما عادش في رائحة زهور عطرة لأن الدنيا بقت بايظة خالص. تملأ المكان. ركبنا المركب الذي كان يتحرك. ما هو المركب لازم بيتحرك، هو ايه مش هيتحرك؟ وكأنه يرقص فوق صفحة الماء الصافية. الله الله. لا لا بقى، تخيل بقى، بيتخيل تخيل ايه جميل جدا جدا. شايفها عاملة زي الفراشة بترقص على ايه؟ على نهر النيل. انقضى الوقت سريعا. ما لازم يعني انقضى الوقت سريعا. اذا انت كنت بترقص، انت كنت راكب مركب وعمال ترقص. تمام. وكان لابد من العودة. يا سلام، هنرجع تاني اهو الى الحافلة حتى لا نتأخر. عدت الى المنزل الساعة 4 عصرا. الله اكبر. ايه ده؟ حددنا كمان الزمان. ومما اعجبني، ايوه بقى رأيه، ومما اعجبني في الرحلة صفاء الماء والمناظر الطبيعية الجميلة. وديت نصيحة لكل واحد، اوعى تلوث مياه نهر النيل، لان انت كده بتعمل جريمة كبيرة. ولكن كان احد الزملاء يلقي القمامة في النيل. انا قلت حاجة اهو، لسه قايل لكم الكلام ده. يلقي القمامة في نهر النيل. مين هو ده؟ اعرف لي اسمه ايه. يلا كل اللي يعرف اسم اللي بيرمي قمامة في نهر النيل يكتب لي في التعليقات، وانا بقى يعني اروقه على الاخر. مما ازعجني. ما انت لازم تنزعج جدا. فكيف لنا ان نلوث النهر؟ الله اكبر، الله اكبر. ظهر الحق. واقترح في المرة القادمة ان احضر معي صنارة للصيد. الله اكبر عليه الولد ده، دماغه عالية قوي، عايز يجيب صنارة عشان يصطاد بيها. يا ابني احنا فاضيين للكلام ده. هنا المهمة بقى الرابعة. اكتب مقالا قصيرا عن مشكلة تلوث الماء واهداره. يا سلام، هو كل حاجة مركزين على الكلام ده. وطبعا يتراوح من 50 ل 100 كلمة، وتراعي فيها العناصر الجذابة والمقدمة والموضوع يلا بينا. الماء هو أساس الحياة. الله أكبر عليك يا ابني، الله أكبر عليك يا ابني. طب اعمل بقى لايك. وهو سر وجود الكائنات الحية. ايه ده؟ ايه الجمال والحلاوة دي؟ وبدونه تنتهي الحياة على كوكب الأرض. الله، أنا خايف. فيموت الإنسان والحيوان. يا ليه يا عم التشاؤم ده؟ ويهلك الزرع. لا 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 لا. وتجف الأرض.
انا اروح فين بعد كده؟ ولكن كثيرا من الناس يسرفون كمان في استخدامه ويلوثونه. ولكي تواجه هذه المشكلة، ايوه بقى حل لي بقى المشكلة، ما انت قاعد من الصبح تقول لي مشاكل ياما، حلها لي. يجب علينا اول حاجة بقى، شوف بقى، لا انت عايزين تحلوا المشكلة، الترشيد في استهلاك الماء. استخدم الحنفية لما تيجي تفتحها، افتحها ايه قليل خالص، بحيث ان انت تستخدم حبة مية صغيرين. وتوعية الناس بضرورة الحفاظ عليه. خلي بالكم، ابدأ بقى قول لزمايلك اوعوا تستخدموا طبعا الماء وتستهلكوه، وتستخدموا كل حاجة وتستهلكوه، لان ده هيبقى دمار على ايه؟ على الامة كلها. انصحوا بقى الناس في التعليقات. وعدم القاء القمامة في مصادر المياه للسائلين. كما يجب علينا استخدام وسائل الري الحديثة للسائلين برضو للفلاحين للحد من إهدار الماء. ماشي، فالماء نعمة عظيمة يجب علينا الحفاظ عليها، فهو ليس ملكنا فقط، ولكنه حق للأجيال القادمة أيضا. ولذلك يجب علينا الإسراف فيه، ويجب علينا ألا نسرف في هذه النعمة الغالية. الله أكبر عليه. حيوا يا أولاد. اكتب قصة قصيرة عن أهمية اتباع نصائح الكبار. أنا عايزك هنا يا كل ولد صغير تسمع كلام اللي أكبر منك، عشان الكلام اللي أكبر منك ده كلام مهم جدا جدا. وأنا أقول لك دلوقتي قصة هتبين لك إن أنت لو ما سمعتش كلام اللي أكبر منك هتروح في 60 داهية، لا مؤاخذة يعني. في الصباح ذهب إسماعيل، من بطل القصة بتاعتنا إسماعيل، إلى النادي للتدرب على ممارسة رياضته المفضلة السباحة. يعني هو كان إيه؟ بيسبح، بيحب السباحة. تدرب إسماعيل بحماس شديد استعدادا للبطولة التي ستقام في اليوم التالي. وفي ختام التدريب شجع المدرب إسماعيل وطلب منه أن ينام مبكرا. وده رسالة لكل الطلاب، ناموا يا أولاد مبكرا. طب ليه بقى؟ ليريح جسده، عشان جسمك كده يستريح، استعدادا للبطولة بتاعة الغد. رجع إسماعيل إلى بيته ثم تناول الغذاء، الله، وذهب ليلعب بالكرة مع صديقه. لا 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 لا، الموضوع ده كبير. ذهب ليلعب بالكرة مع صديقه إبراهيم. ده أنا أمسك إبراهيم ده طلع عينه. وبعد اللعب عاد إلى البيت متعبا، ما لازم يتعب. وتناول العشاء، كمان هو أكلت ونمت ونام متأخر، وكمان نمت متأخر، ده انت يومك ابيض. وفي اليوم الثاني استيقظ وهو يشعر بألم في جسده. طبعا ما هو مرتاحش ونام متأخر واكل قبل ما ينام. هو انت ليه بتزعل كده يا مستر؟ اصل انا بنت موجود هنا فانا بزعق لها. ماشي. وعندما بدأ السباق انطلق إسماعيل بشكل جيد، ولكنه توقف فجأة وصرخ، فقد أصيب بشد عضلي منعه من استكمال السباق. هو ده بقى، مش المدرب بتاعك اللي أكبر منك قال لك يا غلا، يا لا روح نام مبكرا يا غالي عشان تريح جسدك؟ انت رحت عشان تلعب كرة مع ابراهيم. يا جماعة اللي يعرف ابراهيم يكتب لي في التعليقات عشان ازعله. وهنا ندم إسماعيل، ما هو لازم يندم طبعا، وتعلم من خطته وقرر أن يسمع نصائح وتعليمات مدربه في المرة القادمة ويريح جسمه قبل البطولة. ما كان من الأول يا إسماعيل، لا ما أنا قلت لك من الأول أنا المدرب بتاعك، ده أنت شكلك كده هتتضرب. هنا بيقول لي بقى اكتب بقى مسرحية عن خطورة الكذب. الله 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 الله، إيه ده؟ مراعيا المسرحية الشخصيات والمشكلة. يلا بينا نشوفوا أول حاجة الشخصيات بقى، وصف الشخصيات. عندنا أول شخصية كريم، وده تلميذ في الصف الرابع الابتدائي ذو بشرة بيضاء. كل اللي صاحب المواصفات دي يكتب لي طبعا، وكل كريم يكتب لي. الأم بقى هدى، امرأة في 30 من عمرها، متوسطة الطول، قصيرة يعني، ولا طويلة أو ولا قصيرة أو. الأب بقى أشرف في 30 من عمره، طويل القامة، ما هو لازم يكون واحد قصير وواحد طويل. منقذ الشاطئ، رجل رشيق ذو جسم رياضي، أنا زي كده، أنا ذو جسم رياضي. ماشي. المشهد الأول بقى، إيه المشهد الأول بقى؟ يفتح الستار على أفراد الأسرة وهم يجلسون على الشاطئ تحت المظلة. افتح بقى الستار كده، يا سلام، هتلاقي كل أفراد الأسرة اللي هو الأب والأم والولد ماشي، ومنقذ طبعا الشاطئ، وموجود على بتاع عالية كده فوق عشان يراقب الشاطئ. وفتح الستار. الحوار بقى اللي بيحصل بقى، كريم
أريد أن أذهب للعوم يا أمي. الأم: لا بأس يا ولدي، ولكن احرص على أن تكون قريبا من الشاطئ. الأم بتقول له: ما فيش مشكلة. كريم: أنقذوني، إني أغرق 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 أغرق. الأم تصرخ، الأم تصرخ: انجد ابني وانجد ابنك يا أشرف، يا أشرف، اجري اجري بسرعة. منقذ الشاطئ يصل إلى كريم أولا: اجري. منقذ الشاطئ نط في البحر على طول وجرى. كريم يضحك ويقول: كنت أمزح. يا ولد، يا ولد، ده أنا هطلع عينك دلوقتي. منقذ الشاطئ غاضبا: يا بني، لا يجب أن تمزح في مثل هذه الأمور. اوعى اوعى، ما ينفعش أنت تكذب في الحاجات دي. الأب: إياك أن تفعل ذلك مرة أخرى يا كريم، وإلا سأمنعك من السباحة في الماء. كريم: آسف يا أبي، آسف آسف يا أبي، لن أفعل ذلك مرة ثانية. ندم كريم، زي ما بنت ريتال كل شوية بتقول: أنا أسفة أنا أسفة، وترجع تاني تعمل. ماشي، يلا المشهد الثاني. خش بقى على المشهد الثاني. كريم يصرخ مرة أخرى والجميع لا يصدقونه، ومنقذ الشاطئ ينقذه في آخر لحظة بعد أن تأكد أنه يغرق فعلا. يلا بينا نشوف بقى القصة والحوار. الحوار على طول، يلا بينا. كريم: أنقذوني، إني أغرق إني أغرق إني أغرق إني أغرق. الأم: لابد أنه يمزح هذه المرة، ما فيش حد بقى صدقه، هو بيكذب. الأب: نعم، ولكني سأعاقبه حتما على هذا التصرف. منقذ الشاطئ يصل إلى كريم وينقذه: انظر يا بني، إنها عاقبة الكذب. أنت في المرة الأولانية كذبت علينا، فأنت لما كذبت علينا ما صدقناكش دلوقتي. إنها عاقبة الكذب، كاد اعتيادك على المزاح الكاذب، اوعى تقول ان هي ضحكة، ان يقضي على حياتك. كريم: انا اسف لكم جميعا، لن اكذب مرة اخرى، حتى ولو على سبيل الدعابة. الاب والام: الحمد لله على سلامتك يا بني، لعل هذا يكون درسا لك حتى تتوقف عن الكذب ولو مزاحا. وبكده يا ولاد انا خلاص خلصت القصة وخلصت، وانا تعبان. يلا اعملوا بقى لايك وشير وكومنت، وانصحوا بنت ريتان ان هي تسمع الكلام وما تكذبش. سلام الله عليكم. تابعونا فيه طبعا مهام ادائية اخرى وامتحانات اخرى.